علاش بعض المرات ملي كتكونوا مسافرين من العيون لكازا مثلا كتبان لكم الطائره قلعات وما اتجهتش مباشره في اتجاه ديال كازا، كتبان لكم شدات الاتجاه ديال الداخله وعاد كترجع لكازا، كتقول علاش جبت الدوره زعما. ولا بعض المرات العكس، ما كتنزلوش نيشان، اولا انت كتكون في الارض وكتشوف الطائره ما كتنزلش نيشان وانما كتمشي وكتجيب واحد الدوره عاد كتنزل في المدرج. باش نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا في الاول نعرفوا بحالاش الطائره كطير. كيفاش كطير الطائره؟ بزاف ديال الناس كيعتقدوا ان الطائره كطير بالمحركات ديالها بالماطر. الطائره ما كطيرش بالمحركات ديالها، ما كطيرش بالماطر، كطير بالجناح. كيفاش؟ هاد المحركات هادو سيدنا هادو ملي كتكسر الطائره كتسمعوا كيدير داك الصوت، واحد الصوت كيصفر بحال هكا. هاد المحركات كيعطيو القوه ديال الدفع، حنا كنقول لها ثراست، القوه ديال الدفع باش الطياره كتجبد السرعه باش كتبدا غاديه في المدرج. اوكي، ولكن ملي كتجبد شنو كيطرا؟ الهواء النسبي المعاكس، يعني الهواء اللي كيضادها كتزاد السرعه ديالو. سي نورمال، هذا المنطق. مثال، ملي كتكون غادي في لوطوروت ب 120 كم في الساعه غادي بالجهد في المغرب وكتخرج راسك من الشارجور ديال الطوموبيل باش كتحس بالهواء كضربك بالجهد، قد ما كسيتي قد ما الهواء غضربك بالجهد. نفس البلان. محركات شنو كيعطيونا؟ كيعطيونا القوه ديال الدفع فقط، كيجبدوا. ملي كيعطيونا القوه ديال الدفع، هذاك الهواء النسبي المعاكس كيتزاد، قد ما هي كتزاد طبعا غنحسوا ان الهواء كيتزاد، هي اللي كتجري ماشي الهواء، ولكن الهواء اللي مضادنا غتزاد القوه ديالو. هادشي شنو كيدير؟ كيخلي ان الهواء ملي كيضرب في الجناح كيتقسم، كيتفصل. علاش؟ لان الجناح ديال الطائره الا حليناه من الداخل، وهذا الشكل اللي كتشوفوا دابا كيتسمى الاير فويل. هذا الشكل كيتسمى الاير فويل. هذا الشكل مصمم بواحد الطريقه بحيث ان الجنح ملي كتضرب فيه الهواء كتقسم على جوج مسارات، وهذا الشكل هو كيخلي المسارات ديال الهواء كتمشي ماشي ما كيمشيش بنفس السرعه، كيمشي سرعات مختلفه، بحيث ان السرعه ديال الهواء اللي كيدوز من فوق الجنح كيمشي اسرع من السرعه ديال الهواء اللي كدوز من تحت الجناح. حنا عندنا واحد المبدا سميتو بيرنولي، خونا واحد العالم سميتو بيرنولي هو اللي اكتشف هذا المبدا. شحال هذه هذا المبدا كيقول ان قد ما الهواء كتزاد السرعه ديالها الضغط ديالها كينقص، وقد ما كتنقص السرعه ديالها الضغط ديالها كيتزاد. بحالاش؟ الطياره كتجري بجهد، الهواء كيضرب كيتقسم، السرعه اللي فوق كتمشي اسرع من السرعه اللي لتحت بفضل الشكل ديال الاير فويل. ملي كتولي السرعه اللي لتحت اقل من السرعه اللي فوق كيولي لتحت عندنا بريشر، عندنا ضغط اكثر من الضغط اللي الفوق. هادشي اللي كيولد قوه الرفع. الطائره ديالنا كتطلع. نعطيكم واحد المثال حي تشوفوا بعينيكم. الا قلت لكم هذه ورقه عاديه، ورقه، الا قلت لكم الا شديت هاد الورقه هذه بحال هكا ونفخت فوقها واش غادي تنزل وغتطلع؟ شنو هو الجواب ديالكم؟ حنا غنديروا تجربه وغادي نشوفوا، ولكن قبل التجربه طبقوا المبدا اللي قلت لكم. الا نفخت انا فوق الورقه غتكون السرعه ديال الهواء اللي خارجه من فمي غدوز فوق الورقه بالجهد. هنا لتحت ما كاينش السرعه ديال الهواء، ما كاينش حتى شي سرعه، حيت انا جالس الدار ما كاينش حتى شي سرعه. اذا انا نفخت غتولي السرعه هنا الفوق اكثر من السرعه اللي تحت. اذا هنا السرعه اقل، اذا ضغط اكثر. هنا سرعه اكثر، ضغط اقل. في الورقه خصها نورمالمون تطلع. حنا نشوف ايفيكتيفمون طلعت. تماما طلعت. دابا غندير لكم تجربه اخرى، نسولكم نتوما واش غادي تعرف تجاوب هذا السؤال. الا جبت جوج ورقات ماشي وحده، جوج ورقات ونفخت بيناتهم، واش الوراق غيتقاربوا ولا غيتباعدوا؟ طبق المبدا ديال الضغط اللي قلنا. السرعه لداخل غتكون اسرع من السرعه برا في الجوانب. اذا نورمالمون خصهم يتقاربوا، حيت الضغط برا اكثر من الضغط اللي داخل، اذا غيدفع، حيت السرعه لداخل اكثر ضغط اقل. نجربوا واش هاد القضيه غتصدق. كيتقاربوا فعلا.
افيكتيفمون كيتقاربوا، هذا هو العلم. وهذا الشيء علاش الطائره كطير. فحنا في الاول هنا عرفنا الطائره بحالاش كطير، كي مازال ما جاوبتكمش على الجواب اللي سولت في الاول. هنا عرفنا بحالاش الطائره كطير، فمن هنا غادي نستنتجوا ان الطائره قد ما كان الهواء اللي مضادها مجهد قد ما مزيان ليها، لان الطائره غادي تطلع في وقت اقل، وغتطلع غتحتاج مدرج، يعني مسافه اقصر في المدرج ديالها، ما تحتاج مسافه طويله باش تطلع، مسافه قصيره وغادي تطلع فقد ما تزاد السرعه ديال الهواء النسبي المعاكس قد ما غادي تطلع في مسافه اقصر. ديكيش الطائره كتبان لكم كتجي بالدوره بعض المرات. علاش؟ لان الا كنا غادي نطلعوا في واحد المدرج اللي الهواء جاي من ورانا، هذاك المدرج ما خدامش لينا، كنمشيو نجيبوا دوره كنطلعوا في العكس، حتى كنطلعوا عاد كنرجعوا للوجهه ديالنا. اوكي، نفس الشيء في النزول. ديما الهاد كيتسمى الهيد ويند اللي هو الهواء المعاكس، كيتسمى هيد ويند او الرياح المعاكسه، لانه هو اللي كنحتاجوه في الطلوع وفي النزول. واللي كيكون جاي معانا اللي كيدفعنا من اللور كيتسمى التيل ويند، اي الرياح ديال الذيل اللي هي خطيره واللي في العالم ديال الطيران ما كنحملوهاش ما كنبغيوهاش. حنا ديما كنقلبوها الهيد ويند. وهادشي باي ذا واي بالمناسبه هادشي اللي طرف من الاسباب ديال الكارثه الجويه الكوريه. لي بيلوت ما نزلوش في هيد ويند، ما نزلوش في رياح معاكسه، نزلوا مع الريح. طروا بزاف ديال الاخطاء، ما تفتحوش الفلابس اللي هما القلابات الجنيحات. المهم هذاك موضوع اخر اللي كنتم مهتمين به، ديروا لي كومنت وغندويو على الكوارث اللي طراو في الاسبوع الماضي، ومنها الكارثه الجويه الكوريه اللي كتعتبر كارثه. وطبعا كنبقى نقول لكم ديما ان الطيران كيبقى، هذه خرجه بسيطه، الطيران كيبقى هو امن وسيله نقل. ديما كنقولها، ماشي حيت انا في العالم ديال الطيران المدني والطيران التجاري في هاد الاندستري، نو، كنقول لان هذا هو الواقع. ستاتستكس هما الاحصائيات. الا كتخاف من الطائره، كتخاف من الطيران، راه الاحتمال ان توقع، الله يحفظ لا قدر الله، توقع شي حاجه ليك، هي لو كنتي كتسافر 30,000 سنه اللي مستحيل دي ما كايناش، تقدر توقع لك كارثه مميته وحده. الا كتسافر 30,000 سنه مستحيل طبعا. فهذه فقط، هذه غير قلنا بين قوسين. الطيران كيبقى هو امان وسيله نقل، حيت شفت بزاف ديال الكومنتس ناس كيخافوا من المطبات وكيخافوا. ديجا شرحت المطبات الهوائيه وانها امنه، ما عمر شي مطب هوائي سبب حادثه جويه، مستحيل. راه بحال كتقول لي الدودان ديال الطوموبيل كيدير اكسيدون، ما يمكنش. الطيران كيبقى هو امان وسيله نقل. وإلا دخلتو شفتو في فلايت رادار او دخلتي اي سميتو، راه غتبان لك تقريبا راه العدد ديال الرحلات، راه نقول لكم نختصر لكم الارقام، 6 مليون ديال الناس كيسافروا في الجو يوميا، 6 مليون ديال الناس ما كيبقى لهم والو. وتي وقعت شي حاجه كتكون امنه باذن الله، ما كيطرا والو. هذه فقط قلناها بين قوسين. نكملوا الشرح ديالنا. علاش الطائره كتطلع ضد الريح وكتنزل عكس الريح؟ نفس الشيء. هادشي علاش ديك تبان لكم الطائره كتضرب دويره عاد مثلا الا كانت، حنا دابا كاينين في العيون وهذه هي كازا، بعض المرات الطائره ما كتجيش كتطلع ديريكت، حيت الا كان الريح جاي هكا ما خصهاش تطلع معاه، لا خصها تطلع ضده. فشنو كدير؟ كتمشي في الارض وكتجيب دوره وكتطلع جيت الداخله، يعني جهه المعاكسه، عاد كترجع جيت اكادير ومراكش وكازا والشمال، كتمشي في وجهه الجنوب. يعني ديما الطائره كتمشي ضد الريح. وداكشي علاش في الطيران عندنا واحد المثل زوين كنقولوه، كيقول لك سيدي: when everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. يعني ملي كيبان لك الحياة، كيبان لك كلشي غادي ضدك، تذكر دائما أن الطائرة تقلع عكس الرياح، كتمشي ضد الريح ماشي معاه. اوكي، هذا مثال زوين، يعني كيبين لك ان ملي تشوف شي حاجه في الحياه ضدك، عرف هذيك الحاجه مزيانه لك، لان كتجي ضدك كتعطيك القوه باش انك تطلع. فبما انكم نتوما مغاربه طبعا اللي كتابعونا، فاغلبيتكم اللي كتسافروا راكم كتسافروا في الطائره ديال بوينغ 737 ولا 737 اللي كتكون عند لاران، الخطوط الملكيه المغربيه. هذه الطائره كتحتاج 250 كم في الساعه باش تقلع. فإلا، هذا سؤال لكم، إلا ما عندناش الريح، شي نهار ما كاينش الريح كاع، الطائره ملي غتوصل 250 كم في الساعه غتطلع اوتوماتيكمون غتقلع.
فهنا فين كاين البلان. الا كان الريح غادي معانا ب 10 كيلومتر في الساعه، الطائره ما غتقلع توصل ل 260 كيلومتر في الساعه ماشي 250، وبذلك ستحتاج مده زمنيه اطول، وبذلك مدرج اطول، تحتاج مسافه اكثر في المدرج باش تطلع، وهاد القضيه حنا ما بغيناهاش. ولكن العكس، الا مثلا داك النهار كاين الريح مضادنا ب 20 كيلومتر في الساعه، اوكي، في هذه الحاله الطائره غنديرو 250 ناقص 20، الا كان الريح مضادنا الطائره ملي غادي توصل 230 كيلومتر في الساعه فقط غتطلع. يعني مثلا في الاول كانت غتطلع هنا، الا كان الريح مضاد معنا غتطلع هنا، يعني تحتاج مسافه اقصر في المدرج، دغيا غديكولي دغيا غتطلع. وهذا الشيء حنا اللي كنبغيو في الطيران، اوكي. وإلا شفتو بلا بانت مثلا عوه ولا قريقر ولا اي طائر اي فخ، عوه مثلا في البحر كتبان لك ديما كتمشي وكتجيب واحد الدوره عاد كتنزل. اما الا كان الريح غادي معاه جاي من وراها تيل ويند، واخا تبقى طرف بغيت تنزل ما تقدرش تنزل، والا بغات تطلع ما تقدرش تطلع. ديما الطيور، لان الطيور فطره الله سبحانه وتعالى مجبولين على ديك القضيه. الحيوانات كيكونوا مجبولين، لكن حنا انسان، حنا بنو الانسان بشر، حاجه باش ميزنا الله سبحانه وتعالى الحيوانات. حنا كنتميزوا بالعلم وبالايمان. الا ما كانش عندنا هذا الشيء ما كنا كنديروا والو، نهيم كالحيوانات الضاريه او لا كفس، يعني كنكونوا كفس من الحيوانات او لا افضل منهم، كنكونوش بحالهم. داكشي علاش طبعا ميزنا الله سبحانه وتعالى بالعلم وبالايمان وبالعمل والاختيار. عندنا اختيارات حنا كبشر طبعا. فنتمنوا هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه. الا عندكم شي تساؤل خليه كومنت. فدوينا عليكم على كيفاش الطائره كتطير، وهذه هي المعادله ديال الرفع اللي بغى يعرف. طبعا غتبان لكم تما في واحد في هذه كتعني فيلاسري، وعندنا تما مربع فيلاسري كتعني السرعه، وتما عندنا او كاري او لا اس اثنان اللي او لا سكوير باللغه الانجليزيه، يعني مربع السرعه. باش عرفنا السرعه راه مهمه في المعادله ديال الرفع. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله.